اخواتي وحبايبي طلاب ثالثه ثانوي اللي لسه مخلصين امتحانات، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. النهارده باذن الله يا شباب هنكلمكم بخصوص القدرات، حاجه مهمه جدا. بس قبل ما نبدا في الفيديو بتاع النهارده اتاكد ان انت مشترك في القناه علشان الفيديوهات اللي هتنزل بعد كده باذن الله مهمه جدا وهتفيدك. طيب نبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني ايه اختبار القدرات؟ بص، في كليات معينة لازم تعمل فيها اختبار قدرات قبل ما النتيجة ما تطلع، قبل ما التنسيق ما يظهر. يعني في كليات معينة مش لازم تجيب المجموع بتاعها علشان تخشها، لا، لازم تعدي في اختبار القدرات بتاعها الأول. يعني شرط عشان تخش كليات معينة اللي انت تعدي اختبار القدرات وكمان تجيب المجموع بتاعها. والكليات دي طبعا زي كلية الإعلام، كلية الفنون الجميلة، كلية تربية رياضية، كلية تمريض، وهكذا. طيب تعالى بقى اقول لك على حاجة مهمة جدا، الا وهي المصيبة بتبقى في ايه؟ المصيبة بتبقى في الطالب اللي يقول لك انا عايز اجيب مجموع، انا كده كده هجيب مجموع، هخش صيدله، انا عايز اخش طب، مش هخش كليه بتعمل قدرات. انا عايز اقول لك ان انت بتعمل حاجه خطر جدا. عارف ليه؟ علشان ممكن مجموعك ما ينصفكش اخر السنه. مش كل واحد يا جماعه مجموعه بيقف في صفه، في ناس كل سنه بتبقى عايزه كليات طبيه مش بتجيب الحاجات دي. يعني حرفيا ممكن تقف على 1%، 2%، 10%. ممكن الكليه اللي انت عايزها تقف معاك على درجه، والله اقل من درجه كمان، وما تخشهاش. فانت لو ما جبتش المجموع بتاع الكليه اللي انت هتخشها، اللي انت متاكد ان انت هتخشها، هتبقى مضطر ان انت تخلي الكليه اللي انت كنت شايفها وحشه والبيت عندك كان شايفها وحشه اولى اولوياتك اللي انت تخشها، ومش هتطولها، هتخش اقل منها كمان. فانت مضطر ان انت تدور على بدايل. والله كمان مره، انت لو ما عملتش اختبار القدرات ده في كليات كتير، مش كليه واحده، كليات كتير، انت خسران كتير والله. طيب تقدم بقى ازاي لاختبار القدرات ده؟ بص، انت هتخش على صفحه كل كليه ليها اختبار قدرات، حلو كده، على الفيسبوك، الصفحه الرسميه، تتابع كل صفحه لكل كليه. في خلال الايام دي بقى قبل ما النتيجه بتاعتك ما تطلع باذن الله تعالى، هتكون كل كليه من الكليات دي منزله بوست على الصفحه الرسميه بتاعتها، هتقول فيه مثلا تم فتح باب التسجيل لاختبار القدرات الخاص بالكليه بتاعتنا. هتخش على اللينك ده وتسجل بياناتك، هتتقبل، وبعد كده هيظهر لك اليوم اللي انت هتخش فيه اختبار للقدرات، فتروح الكليه في اليوم اللي هيحددوه معاك. بيكون ليك يوم كده معين، يوم معين ليك لوحدك، مالكش دعوه باصحابك، هو بيطلع لك يوم خاص بيك انت. والايام بتفرق على حسب اليوم اللي انت مقدم فيه. يعني انت لو قدمت بدري هيجي لك الاختبار بتاعك هيكون بدري، لو قدمت متاخر الاختبار بتاعك هيبقى متاخر. وصلت كده؟ وتقدم الاختبار وتدفع الرسوم بتاعته. فلوس الاختبار مثلا 600 700 جنيه 800 جنيه على حسب، مش هتجيب ال1000 تقريبا، ماشي. ولازم تتاكد ان انت معاك فيزا، يعني روح البنك اعمل فيزا ميزه، علشان الفيزا دي هتدفع فلوس الكليه لما تخشها بيها، اللي هي مصاريف الجامعه هتدفعها بيها. فانت اختبار القدرات ده هتديهم الفيزا فيها الفلوس، يحطوها في المكنه، سحبوا فلوس القدرات، حلو كده. وبعد كده باذن الله هتستنى النتيجه بتاعتك لما تطلع. طلعت نتيجه القدرات، خلاص نجحت. مستني بقى المجموع بتاع الكليه، جبت وعايز تخش الكليه اللي انت نجحت فيها في اختبار القدرات بتاعها، هتخشها، علشان انت كده حققت الشرطين. شرط قبل ما النتيجه بتاعتك ما تطلع اللي هو اختبار القدرات ونجحت فيه، والشرط الثاني اللي هو النتيجه، اللي هو مجموع الكليه الاصلي اللي هيسمح لك ان انت تخش الكليه دي. ماشي، انا بقى ربنا وفقني ونجحت في اختبار القدرات ده بتاع كليه اعلام مثلا، بس جبت مجموع صيدله، خش صيدله. يعني ارمي فلوس القدرات مش مهم، ارميها. طيب انا ليه بقول لك لازم تعمل اختبار القدرات ده؟ علشان البدائل مهمه، انت مش ضامن مجموعك، فخلي دايما عندك بدائل، خلي عندك دايما اختيارات علشان تضمن حاجه في ايدك. لان دايما الندم بيجي بعد فوات الاوان، لاني صدقني والله بعدين مش هتقدر تعمل حاجه. ده غير اللي انت دلوقتي بتوسع لنفسك ابواب ياما. يعني بدل ما يكون عندك 3 اختيارات لو ما جبتش المجموع بتاع الكليه اللي نفسك فيها، انت كده فتحت لنفسك 4 اختيارات كمان. يعني كده انت عندك 7 اختيارات، و7 اختيارات احسن من 3 اختيارات بالعقل كده. وكلمه من القلب، سنه كامله من التعب والبهدله والمرمطه مش هينفع تعيدها تاني علشان اختبار القدرات. لو انت بتحب الاعلام او الرياضه او الفن، خش القدرات بتاعتهم، حتى لو انت مش عايز تخش الكليات دي، لان المجموع ممكن ما ينصفكش، ممكن ما يقفش في صفك في الاخر. فخش الكليات دي علشان توسع من البدائل بتاعتك، توسع من اختياراتك زي ما قلت لك. وباذن الله تعالى انا هكون معاكم في فيديو قريب باذن الله، هشرح لكم فيه خطوه بخطوه ازاي تقدموا في اختبار القدرات على الموقع نفسه، وهقول لكم تعملوا ايه بالتفصيل علشان تضمنوا كليات كتيره في جيبكم لو المجموع ما وقفش في صفكم اخر السنه. فتابعوا القناه وتاكدوا ان انتم مشتركين فيها علشان مفيش اي حاجه تفوتكم باذن الله قدام. سلمتم يا شباب، دمتم في امان الله، سالمين امنين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.